السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. فاجعة استيقظ عليها دوار سيدي بوعمر تابع لجامعة أغواطين بإقليم الحوز، النواحي ديال مراكش. هذه المنطقة الهادئة دوار يعني عادي، منطقة قروية. هذا الصباح كيفيقوا على أن واحد من الشباب ديالهم، واحد الثلاثيني، هذه يصفيها للزوجة ديالو والابن ديالو والنسيبة ديالو، وحتى أخت مرتو حتى هي ما فلتاتش منه. هادشي كامل غادي نحاولوا نبينوا هنايا بالتفاصيل واش وقع وشكون هو هذا الشاب وشنو هو السبب اللي خلاه يدير هادشي كامل. هذا الشاب اللي سميتو جواد هو ثلاثيني، عنده 36 سنة بالضبط، متزوج من سيدة الله يرحمها اللي هي فتاة عشرينية، يعني عندها 25 سنة تقريبا، مزوجين واحد المدة وعندهم وليد عنده 5 أشهر، يعني طفل رضيع، وعايشة معاه النسيبة ديالو حتى أخت الزوجة ديالو. هاد السيد هذا فقد صباح عنده مشاكل عدة عائلية وخلافات مع الزوجة ديالو، ديما في الصداع، ديما في المشاكل، بل يعني القضية وصلت لعدة شكايات حطت هذا الضوء. فهاد السيد يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا الصباح هذا جا هو يدوز على الزوجة ديالو، يعني حتى اطمأن أنها فارقت الحياة، عاد طلق منها، ومشى للطفل ديالو اللي عنده 5 أشهر فقط، حتى هو طفل صغير، يعني ضربة واحدة كانت كافية تجيب استعمال آلة حادة. ثم داز النسيبة ديالو اللي هي الحماة ديالو، أم الزوجة ديالو، اللي حتى هي بان لي فيها البلان وصفاها لها. ثم خلال الفرار ديالو مشى بانت ليه يعني الأخت ديال الزوجة ديالو حتى هي ضربها، ولكن يعني الحمد لله لم تفارق الحياة. تم نقلها إلى المستشفى الجامعي بمدينة مراكش قصد تلقي العلاجات، ونتمناو أنها تبقى على قيد الحياة. يعني هذوك الثلاثة اللي ذكرنا في الأول، اللي هي الزوجة ديالو والابن ديالو الرضيع والحماة ديالو، هذوك ما أطلق منهم حتى تأكد أنهم فارقوا الحياة. ثم داز الأخت الزوجة ديالو حتى هي، وبعد ذلك يعني عندما لاذ بالفرار اتصل بحماه، يعني بات مرتو، وقال ليه هاني جاي لك، يعني هدده بأنه هيجي ليه، وقال له من بعد هادي نمشي نصفيها لراسي، بمعنى أن السيد عوال أنه يدير هاد الشيء كامل ويصفيها لأسباب اللي كيقولوا يعني الناس اللي كيعرفوهم بأن هاد الزوجين ولا هاد الأسرة دائما الخلافات وديما كاين بيناتهم الصداعات. فهاد السيد عوض أنه يمشي يطلق ويمشي يعيش حياته بطريقة أخرى، قرر يسالي راسه ويسالي حياته ويسالي حياة الأسرة ديالو بهذا الشكل البشع جدا. والآن لاذ بالفرار. بطبيعة الحال مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وجميع الفاعلين الأمنيين راه خدامين كيقلبوا عليه، وبطبيعة الحال ما غاديش يدوز واحد المدة طويلة حتى يكون بين يدي العدالة وغادي يلقى الجزاء ديالو. هادشي في حالة إلا ما كانش صفاها راسو قبل ما يشدو. فهادشي اللي كاين بخصوص هذا الموضوع هذا. كنظن بأن بزاف ديال الناس كيألمهم بحال هادشي، وبطبيعة الحال هادشي كيألم، خاصة أنا أمام واحد الضحية اللي عنده 5 شهور، ما عرف الدنيا والو، ما عرف حتى شي حاجة، تيصدق كيلقى واحد الأب اللي مجنون اللي مرض كيدير هاد الأمور هادو. لذلك ندعو دائما الناس ما يجوش ويتزوجوا. الزواج ماشي لعب، الزواج ماشي ضحك، وخاصة الخلافات الزوجية اللي الناس ما كتعرفش السيرة، ربي دار طلاق، ولكن الناس كيبغيو ينتقموا بهذه الطرق هذه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا بانت شي مستجدات بخصوص هذا الموضوع غادي نحاول نشارككم بها، ولكن هادشي بصراحة زعما مؤلم بزاف. فإلى هنا الإخوان، أستودعكم الله، الله يحفظ بلادنا والله يحفظكم جميع، والسلام.